اليوم اراويكم اقدم دوندرمه كانوا يسووها، بدأوا بيها عام 1800 واليوم النابلسي رجعنا اياها. يلا تعالوا وياي. احنا اول ما نجيب الخليط ننزله هنا، يكون الجدار مالت الحل جامد. خلال 10 دقائق ننزله لي جوا فوق الفستق، وبعدين ندقه بهذا المدق. الموطه الايطاليه تختلف عن الدوندرمه، هذيك يصير بها هواء، هاي عكسيه، هاي نطلع من عندها الهواء. تجيكم خامه وترتيب جدا راقيه. جهزت الدوندرمه بحليب وفستق، يا سلام ترد الروح. طعم فد شي راقي. كل هذا ب 2000 دينار، وبيها 3 اطعام: نوتيلا، زعفران، فراوله. وعندهم دوندرمه بالشعريه سعرها 4000 دينار، والطعم فد شي راقي. ايضا موفرين سموذي بالفواكه الطبيعيه 100%، اطعام مختلفه والاسعار جدا مناسبه. واذا انت من كربلاء مستحيل ما تجرب الكنافه مالتهم. الكنافه الناعمه تستحق تصير ترند. وايضا عندهم كنافه لوتس وكنافه بالنوتيلا، وضروري تجربون الكنافه اللي بالقشطه. وعشيقه الجماهير الزنود الست، يابا الله شاهد الكنافه مالتهم فد شي مو طبيعي، راقي حيل. مكان راقي وايتماتهم تخبل، واكيد موفرين لكم خدمه التوصيل. هذه ارقام التوصيل، تعال لكم العنوان. اليوم كنا من نابلسي، عنوانهم كربلاء، حي الحسين مجاور خان مندي. انتظرونا فيديو جديد. تحياتي.